اخواتي وحبايبي، احلى ناس. ركز شويه، ماتش اسبانيا ومصر بكره، ركز معايا شويه. خد بالك، عارف ان انت طالع عينك وعارف ان انت مزنوق يا عيني ومش عارف تنزل بعد الساعه 9. انا عارف وحاسس حاسس بيك، كلنا حاسين بنفس الموقف. عايزك تركز معايا شويه، خدها تسليه. هيتذاع على قناه مفتوحه، فصباح الفل ايه، اتفرج معايا. بس تعال نشوف الكابتن حسام حسن الجوليادور هيلعب ازاي، طريقه اللعب، الاستفاده من المباراه. معروفه اسبانيا كده كده مستفيده اوريدي اصلا، عشان هي هتلاقي فريق افريقي معايا شويه ايه تفاصيل في الديتيلز. سيبك منهم خالص، ركز بس تعالى معايا انت. طريقه التشكيله كابتن حسام والاستفاده، انت تستفيد من ايه؟ هقول لك يا باشا. لو لا قدر الله لك صادفت وتأهلنا مثلا دور 16، لا قدر الله، واخد بالك ان فريق مثلا ايه اوروبي ولا حاجه، يبقى عندك احتكاك. دي الفايده كابتن حسام، ركز بالله عليك، ركز معايا عشان ايه شكلنا ما يبقاش وحش. دي الفايده ليه. تمام، هتلعب بأنه طريقه، ازاي لو جبت جون، ازاي لو جه في جون، هنتكلم على كل الاكشن ده. خد بالك، هنبدا اول حاجه ايه بالاستفاده. زي ما قلنا، انت استفادتك ان انت التحام، عشان لو لا قدر الله اتأهلت دور 16 ما تعرضهاش. اسمع مني، ما تعرضهاش ولا ايه 6 قدام ولا ايه 6 في الجون. فعايزين نركز شويه، ركز شويه. التشكيل هقول لك، هسرب لك التشكيل. احنا هنلعب بطريقه 3-4-3. في الدفاع هتبقى 3-5-2 ترس. أمة محمد واقفه ورا، هيوقف جونين. طب نبدا باول بمين بقى؟ بسم الله الشناوي، هو لازم حرف الشين في الجون. شناوي، شوبير، ممكن يجيب الشناوي التاني، هو شين هو امر الله. في حاجات كده امر الله في المنتخب، واخد بالك انت. نركز شويه. باك يمين هاني، امر الله برضه عليا وعليك، صدقني مش بايدي ولا بايدك، والله الموضوع خرج من ايده. هو هاني باك يمين، معروفه منتخب هاني باك يمين. تمام، خشوا باك شمال فتوح، تجديد الجديد منه. لازم برضه تجدد شويه، لازم يكون في ايه ابديت. اللي في النص يا باشا ايه اللي واقفين قدام ايه حرف الشين، شوبير او شناوي اي حد. مين يا معلمي؟ محمد عبد المنعم لسه راجع من الاصابه، مالكش دعوه. انت مالك؟ انت بتعرف تدرب؟ انت بتعرف تدرب؟ ما بتعرفش تدرب. يبقى الراجل لسه راجع من الاصابه وما شمهاش في انديته. بتعرف تدرب؟ اتكلم. بتعرف تدرب؟ ها. تمام. جنب منه ياسر، جنب منه ربيع. هو كده الثلاثه كانوا معاهم في الاهلي ففاكرين بعض. اسمع مني، ده من ثالث. انا الكابتن حسام، انا فاهم الدماغ دي انا فاهمها. تمام كده كام يا معلمي؟ ترس. ده في حاله الدفاع الخمسه دول ايه رش ورا قاعدين معانا، قاعدين بايتين يعني. تمام، خلصنا. خشوا بقى على خط النص. تمام، مروان، فتحي. هو دفاع يا باشا، احنا هنقف في الجون كلنا هنقف في الجون، عشان بس ما تحطش بس شويه امال، وامال اتجوزت ان انت مش هتعمل مباراه وبتاع، مفيش منه الكلام ده. تمام، وقدام ثلاثه بيعرفوا يجروا. لا حرفيا بيعرفوا، انت لو بتعرف تجري انزل، ما عنديش مشكله. مين اللي بيعرف يجري عندنا بما يرضي الله؟ لعيب انت يا باشا، جمهوري بيفهم كوره. زيزو بيجري، ممكن يجري بيطلع بره الاستاد. مرموش الحته اللي حلتنا تريزيجيه لحد الدقيقه 60، بعد الدقيقه 60 اقسم لك بالله بيجري العكس، بيجري علينا مش بيجري لينا. فبرضه نركز شويه يا كابتن مع ايه، مع الماتش. يعني تيجي الدقيقه 60 اسحب الكابتن تريزيجيه، هنج والله العظيم باين بيعمل، مش بيعمل ار2، بيعمل ار، مفيش ار اصلا. فبيطلع فنركز شويه. تمام، ربنا كرمنا وحنن علينا. راح جاي يا اخويا ايه، زيزو، وراح جاي واخد جول. يا دين يا دلع يا باشا، دلع. خلاص احنا كده ايه، خدنا كاس العالم. لو الجلاله بتاخده ده انا فاهم. زي ما انت ما تغيرش، ما تعملش كده انا اموت واعرف ايه دي، انا هموت مش عارف ايه دي فهمتها. دي اتنين وراه إيه؟ في ظهره ماشي. دي ايه السته دي؟ ايه مش فاهم. السته دي اللي هنشيلها ربنا يستر. جبنا جون تمام، جا فينا جون. لو انت جدع قول لي هيعمل ايه بما يرضي الله. انت اخويا، اقول لك يا معلم هيعمل ايه. هينزل مصطفى محمد. هو ما بيحبوش بس هينزله عشان يحط، يقول لك انا نزلت مهاجم، مع انه اصلا ما بيلعبش مهاجم. دي اللي هيجي لك اللي هو بياخد مهاجمين ما بيلعبش مهاجمين، ما برضه بشلل. تمام، جه فينا جون تاني هينزل ناصر. ما هو كل ما يجي فينا جون هينزل مهاجم. اسمع، هو بس هو راجل ايه يعني، هو معاه كتاب، فالكتاب بيقول كده كل ما يجي فيك جوان نزل مهاجمين، وكل ما انت تجيب جوان نزل مدافعين. هو كده، هو ده القاموس بتاعنا في الكره المصريه او الكره العربيه عامه يعني. ده عندنا يعني ايه، حاجه مقدسه. لو يجي فيك جون نزل مهاجمين، سوري نزل مدافعين. تجيب جون نزل مدافعين. هي باينه، هي كنافه شعر كمان. فتمام كابتن حسام، نداء اخير. مش عاوزين نطلع او رايحين كاس عالم على الاقل حتى بشكلنا حلو. اي نعم انا يعني يا رب يخيب ظني، مش متعشم في حضرتك خير وحاسس ان في كارثه هتحصل، بس يعني خيب ظني ان شاء الله والدنيا تبقى حلوه معاك وتروح دور 16 على الاقل. على الاقل الناس بتعايرنا كابتن حسام.
كابتن حسام إحنا يعني إنجازاتنا كلّها جِبنا أجوان في كاس العالم، ما تأهلناش ما طلعناش تالت والّا تاني حتى واترنّينا وطلعنا عادي 16 نطلع ما فيش مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة يا كابتن حُس خالص، لو رُحنا هناك ما واخد بالك شايف كرفت دي على مدحت شلبي؟ ليس لكم على الإطلاق معايا أنت؟ فعاوزين بس نروح يعني عشمانين في كرم حضرتك، مع إن أنا متأكد لو عملناها هتبقى اللعيبة وروح وإيه والروح دي يا كابتن بتقعد مباريات معدودة، عشان برضه عايزك تركّز شوية ما تقعدش إيه الجلاله تاخدك أنت كمان في إيه، في طموحك، ركّز شوية في طموحك، طموحك لازم يكون إيه، هادي شوية، ما تقولش يالّا ما فيش منّه الكلام ده، أنت وصلت 16 نحمد ربنا ونبوس إيدينا وِش وشعر. إحنا احمد ربنا إحنا وصلنا كده خلاص 16 بالرضا، ما تطلبش منه حاجة تاني هو آخره 16. 8 دي 8 دي هيجيب مكنة وفتيس، فركّز معايا شوية. فإحنا ربنا كرمنا إن شاء الله كمشجع عايزك تركّز معايا، حلو بالرضا، حلو بالرضا عشان كمان القهاوي وبتاع والقهاوي قفلت مش هيبقى في قهاوي، لأ كاس العالم تكون الدنيا فكِّت شوية، ويكون في قهاوي فتحت والدنيا بقت حلوة. فتمام، نركّز مع بعض، صلّي على النبي، صلّيت على النبي، اتفرّج على الماتش بكرة روّق على حالك كوباية في البيت بقى، عشان أنت فاهم إيه، عندنا شوية إيه، تفاصيل في الديتيلز عايزين نتكلّم، ماشي؟ تعمل إيه تاني؟ subscribe، like، روّق على أخوك. السلام عليكم.